مين البنت القمر دي؟ الجملة دي طلعت مني كده من غير ما اخد بالي، وانا بقلب دماغي كانت فاضية، وفجأة لقيتها قدام عيني. اللحظة اللي الزمن فيها وقف ثانيتين وكل اللي جوايا بيهمس هي دي. دخلت البروفايل بشويش كأني بفتح صندوق سري. ضحكتها نفس الذوق اللي كنت بحلم بيه، كلامها كأنها بتتكلم بالنيابة عني. من أول بوست حسيت إني فاهمها، اتأكدت إن الأرواح اتقابلت قبل كده، وقلت لنفسي مستحيل دي صدفة. وهنا بدأت الرحلة، رحلة الستاكينج. أسبوع 2 رايح جاي في الأكاونت كأني بزور حد بحبه من بعيد. حفظت تفاصيلها، وفجأة لقيت نفسي بعيش وهم اسمه التوافق، ولقيت نفسي غرقان أكتر في صورها. كمان أسبوع 2 لحد ما وقعت في حب أي تفصيلة بتنزلها. عملت فولو اوعى الفولو باك. نزلت ستوري لاف ريبلاي لاف باك. كأن الدنيا لأول مرة بتفتح لي باب صغير من السعادة. شات أسبوع 2 هزار، حبة اهتمام، كلام خفيف، تركيز على التفاصيل. وفجأة شعور فتح لي باب وهم كبير. أنا حاسس معاك بحاجة عمري ما حسيتها قبل كده. يمكن ترد وأنا كمان، أو يمكن تكون عايش في أوهام وتكون معتبراني أخ ليها في أحسن الأحوال. يا أخي جاتك ست النيلة، وديتنا في داهية يا متخاذل. لكن على أي حال بقيت مستني منها كلمة تنور يومي. فون كولز أسبوع 2 كلام بيطول الليل وبيقصر المسافة بيني وبين الوهم. لحد ما اتقالت الجملة اللي بتكسر كل حاجة: أنا مش قادرة أكمل. مبروك، وصلت للفاينل ديستنيشن. الوهم خلص والحقيقة خبطتني في وشي، فوقتني على قد ما وجعتني. وهنا تيجي القاعدة: أي أكاونت هدخله وعدت نفسي إني مش هتعلق بيه أكتر من 30 ثانية ومش هرجع له تاني أبدا. لأن اللي وقعت في حبه مش إنسان، ده بروفايل، صورة معمولة عشان تعجبنا، مش حياة حقيقية ممكن نعيشها. دايما بقيت فاكر الإعجاب مش حب، والتعلق مرض، والانبهار مش قدر، وأغلب القصص دي بتنتهي قبل ما تبدأ. أنا حاسس معاكي بحاجة عمري ما حسيتها قبل كده. أنا مش قادرة أكمل. ولما تقابلني الصورة الجاية هفتكر القاعدة: 30 ثانية وهطير. ايه ده؟ مين البنت القمر دي؟